السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة حلاوة المولد. كل سنة وانتم طيبين. هنعملها بكوباية من السكر وشوية من المية، وهنعملها بأقل التكاليف. هما اللي بيعملوها بره احسن مننا ولا ايه؟ حط لايك وشير لكل حبايبك، ولو لسه ما اشتركتيش يسعدني اشتراكك، ونسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. انا معايا هنا يا بنات نص كيلو من السمسم. انا هوزنه قدامك اهو، هيطلع كام؟ 503 جرام، يعني 500 جرام. هنبدأ نحطه في الطاسة زي ما انتم ما شايفين كده، علشان بس نطلع الرطوبة منه، مش عشان نحمصه لان هو اصلا جاي متحمص. وهتفضلي تقلبي كده لمدة دقيقة او دقيقتين على الاقل، بس عشان نطلع الرطوبة منه، مش عشان خاطر ان احنا نحمصه. تمام كده يا بنات؟ وهجيب معايا طاسة تانية بعد ما حمصنا خلاص السمسم، هنحطه على جنب وننزل فيها بكوباية من السكر وعليها نص كوباية من المية وعصرة من الليمونة يا بنات، عشان انا نسيت اجيبها في الفيديو. او تحطي رشة ملح ليمون او عسل كلوكوز، بس احنا نقدر نعمله بعسل كلوكوز او من غير العسل الكلوكوز. هعمل معاكم بس نوع واحد بعسل الكلوكوز، والتاني هعمله معاكم عادي خالص، عشان تعرفي ان انت تقدري تعمليه كده او تعمليه كده. بس ما تنسيش عصرة الليمون او رشة ملح ليمون. هجيب بقى صينية زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ احط لها نقطة زيت صغيرة، وهبدأ ادهنها من تحت حاجة بسيطة كده. لو مش عايزة تحطي زيت حطي نقطة مية تحت عشان تمسك المشمع، او الكيس البلاستيك بتاعك اللي هو بتاع ايه، كيس التلاجة. وبعدين تحطي على المشمع من فوق بتاعك او اللي هو كيس التلاجة نقطتين صغيرين كده من الزيت زي ما انتم ما شايفين، وتبدأي تغلفي الكيس بتاعك بالزيت. تمام كده؟ نبدأ بقى نشوف العسل بتاعنا. السكر اللي احنا حطيناه مع المية هيبدأ يعمل كورة زي ما انتم ما شايفين كده محجرة. لو عمل لك كورة طرية، لا رجعيها تاني وخليها تحجر معاكي. وقت ما تحجر معاكي خلاص كده تمام التمام. هبدأ بقى ان انا اشغل النار تاني، انا وقفتها بحيث ان هي ما تغليش وتبقى ايه يعني تقفش معايا زيادة عن اللزوم. هنبدأ بقى ننزل السمسم بتاعنا، تقلبي فيه تقلبتين كده علشان السمسم بتاعنا يتغلف بالعسل اللي احنا عملناه دلوقتي مع بعضينا. تمام كده؟ خلاص يتغلف كله وقلبتيه كله 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 يا بنات، ما تسيبوش ولا فتفوته. لو في حته ما اتغلفتش بالعسل مش هتمسك معاكي. تبداي تنزليها في صينيه، اي بقى صينيه عندك، بس جيبي مقاس صغير عن نص كيلو. يعني المقاس ده حلو او اقل منه كمان، ما تكبريش اكتر من كده. يا اما لو جبتي حاجه كبيره هتضطري ان انت بقى ايه، تاخدي بس نص الصينيه. تمام كده؟ انا لبست هنا جوانتي، كانت فكره مش كويسه، يا ريت ما تعملوهاش. انا اتلسوعت لسوعه تمام التمام. وبدات ان انا احط عليه نقطتين زيت على الجوانتي، وزي ما انتم ما شايفين كده بدات ان انا ايه افرده. فعلا فعلا يعني ربنا يجرنا من النار. لا كده احسن. بصي بقى الفراده دي، حطي كده الفراده، يا اما تحطي لها نقطتين زيت وتمشيها زي ما انت ما شايفه كده، يا اما تحطي مشمع فوق منه برده بيكون محطوط له زيت يا بنات. بصي احنا هنا مش هنستغنى عن الزيت ابدا في العمل، الحلويات بتاعتنا بتاعت حلاوه المولد. تمام كده؟ وتبداي ان انت تمشي عليها بالمردان رايح جاي. خلاص بقت تمام التمام. تبداي تقطعي، قطعي بقى الشكل اللي يعجبك، تقطعيها بالطول بالعرض، مستطيلات، مربعات، قطع كده صغنطوطه خالص، مربعات صغيره خالص، 1 سم في 1 سم او 2 سم في 2 سم، زي ما انت ما عايزه. دي حاجه ترجع لك انت. وتسيبيها تنشف مع نفسها في الهواء. اول ما تنشف مع نفسها في الهواء هتيجي تمسكيها هتلاقيها تماسكت وبقت معاكي زي الفل. تمام كده؟ هنا برضو هعمل نفس القصه في الحمص. الحمص ده يا بنات بنجيبه من المقله. تمام كده؟ بس انت بتروحي برضو عند العطار تقولي له حمص اللي هو بتاع حلاوه المولد هيديهولك، بس ايه احسن ايه تقولي له حمص الطبيخ ده مختلف يا بنات. تمام؟ انتوا يعني شطار وعارفين. تمام كده؟ وهتبداي برضو تطلعي منه الرطوبه وتحطيه على جنب، وبعدين ننزل في الطاسه التانيه بتاعتنا بكوبايه من السكر وعليها نص كوبايه من الميه ومعلقه من عسل الجلوكوز. تغلفيه المعلقه كده زي ما انت ما شايفه بالزيت، وتبداي تنزليها في عسل الجلوكوز وتاخدي معلقه واحده. طالما حطيتي المعلقه دي كفيله ان هي ما تخليهوش يسكر معاكي، وبتمسك يا بنات بطريقه فظيعه. فعايزاكم تشتغلوا بقى بالسرعه. تمام كده؟ يعني سواء عملناه بعسل الجلوكوز او من غير عسل الجلوكوز لازم تشتغلوا بسرعه. وخدت انا ايه نقطتين صغيرين كده في قلب كوبايه من الميه او بوله صغيره، بس الميه تكون ساقعه عشان اول ما بتنزل فيها بتبدا انها تمسك. خلاص اتاكدت ان هي مسكت معاكي تمام، انزل بالحمص اقلبه كله واغلفه بقلب السكر بتاعنا، وبعدين انزل فيه بالصينيه زي ما انتم شايفين كده. وبرده حاطين المشمع يكون مدهون زيت زي ما عملنا في السمسميه، هنعمل برده في الحمصيه. وما تشتغليش بايديكي بقى، لان انا يعني مش عايزه اقول لك اعوذ بالله من كلمه، انا اتلسوعت لسوعه تمام. فبدات ان انا اشتغل بالفرداده او المردنه. تبداي بقى ان انت تحطي عليها مشمع، او تحطي بس تغليفه زيت صغيره كده على الايه المردنه بتاعتك، وتمشي بيها وتضغطي جامد. اهم حاجه تضغطيها جامد. ضغطتي جامد خلاص كده تمام التمام. ده ايد ابني بقى ربنا يحفظه، يعني العيال فعلا في المطبخ في الوقت ده طلعوهم بره، لاحسن بيبقوا عاملين زي الملح، عاشرين نفسهم في كل حاجه.
وهنعمل معانا الفوليه زي ما عملنا السمسميه والحمصيه. بصوا يا بنات، في ناس بتحط على العسل بتاعنا يعني شويه كده من الكربونات. عايزه تعمليها براحتك، بس انا حاسه ان هي بتديها هشاشه زياده عن اللزوم وبتفك من بعضها. مش عايزه تعمليها اعملي زي ما قلت لك كده، بس اهم حاجه تمشي على كل اللي انا قلته لك بحذافيره. والله يا بنات هتطلع معاكم زي الفل، وهتوفري ثمنها من بره. انت ما بتعرفيش تعمليها، ادينا عملنا الطريقه قدامك، هي سهله ومش محتاجه تعب ابدا. هناخد برده قطعه كده من السكر شويه بالمعلقه، وهنحطها في قلب البوله بتاعتنا الصغيره دي او الكوبايه يكون فيها شويه ميه ساقعين. مسكت معاكي واتحجرت، بقت عامله زي الحطب كده، تكسريها كده تتكسر زي الازاز تمام. انزل بقى في الوقت ده بالسوداني، شايفين عامل ازاي، وتبداي تغلفيه. انا هنا معايا ازيد من النص كيلو بحوالي كبشه كبيره. ليه بقى؟ لان هنا العسل السوداني بتاعنا بيبقى فيه فراغات، تمام يا بنات، فمحتاج شويه كبشه. انا قلت لكم عشان برضو يعني ايه تبقى مظبوطه معاكم. حبه صغيرين يعني كبشه كده بايديك، وتقومي حطاها فوق النص كيلو، يا اما تشيلي معلقتين من العسل وتحطي النص كيلو، تمام كده يا بنات، بحيث ان السوداني ده بيبقى فيه فراغات كبيره، فبصي تلاقيه ايه ما بيقفش معاكي، فتقولي لا ده المقادير مش مظبوطه. لا، المقادير مظبوطه، بس اعملي اللي انا بقول لك عليه وامشي بحذافيره. وهنحط برده كيس ندهنه زيت ونبدا نمشي عليها بالمردانه بتاعتنا، تمام كده هتمسك معاكي وهتبقى زي الفل، وتبقي عملتي احلى حلاوه مولد. بصوا يا بنات، انا في اخر الفيديوهات ان شاء الله معاكم انا عملت حلاوه المولد باذن الله تعالى، هوريها لكم. يعني الرخامه بفضل الله تعالى هتتميلي معاكي كانك عامله علبه كبيره. وهنا يا بنات خلاص انا كده عملت الفول السوداني، وهبدا اقطعه زي ما قطعي بقى يعني التقطيع اللي يعجبك، مربعات صغيره، مستطيلات، مثلثات، يا رب ان شاء الله حتى تقطعيها سمبوكسات زي ما انت عايزه، بس احنا هنا عايزين السرعه. وتبقوا عملتوها يا بنات باقل التكاليف، تمنها دلوقتي ضرب في العلالي، فتبقوا عملتوا حاجه بسيطه لاولادكم. ان شاء الله تعملوا كل المقدار اللي انا عملته ده، هاتوا من كل حاجه ربع، برضه هتبقى معاكم زي الفل. وبكده فيديو النهارده يكون خلص، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، ويا ريت تفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.